ليه الفترة الأولانية من الحمل هي أهم وأخطر فترة بتعدي على الحامل؟ احنا بنقسم الحمل لثلاث مراحل. المرحلة الأولى من بداية الحمل لحد نهاية الثالث، والمرحلة الثانية من أول الرابع لحد نهاية السادس، والمرحلة الثالثة من أول السابع لحد ميعاد الولادة. فاحنا بنقول ان اهم مرحله واخطر مرحله في ده كله اول مرحله اللي هي اول 3 شهور. الفتره الاولانيه مهمه جدا للجنين، لان دي الفتره اللي بيكون فيها اجزاء جسم الجنين الداخليه، زي القنوات العصبيه، زي القلب، زي الجهاز الهضمي، وحاجات كتير. فدي عشان كده احنا بنقول دي اهم فتره بالنسبه للجنين، لان ده اللي بيكون فيه كل حاجه. فلازم تكون الام فيها صحة والاب فيه صحة، عشان خاطر نقدر ان احنا ننتج طفل سليم ومعاه. يعني الاب كمان، ايوه الراجل كمان المفروض ان هو كمان يكون صحي. ليه بقى؟ لان الزوج اللي بيدخن، الزوج اللي بيشرب كحوليات، الزوج اللي عنده امراض مزمنة زي السكر او امراض تانية مزمنة، ده بيأثر على كروموسومات اللي شايلة الجينات، والجينات اللي مسؤولة عن الصفات الرئيسية والاساسية في الجنين. يعني ده اللي هينتج جنين سليم. ده بالنسبة للأب. بالنسبة للأم، أول 3 شهور لازم إن هي تكون صحتها كويسة، بتتغذى كويس، ولازم بتكون بتاخد حمض الفوليك من قبل الجواز حتى. ليه؟ لأن حمض الفوليك ده اللي بيقي جسمها وبيقي جنينها من يحصل له أي مضاعفات أو أي تشوهات، أو إن هو يحصل لها إجهاض. حاجة تانية مثلا من الحاجات ان هي مثلا اول 3 شهور الام ممكن تحس بصداع، فلو اخدت اسبرين ده برضو بيعمل تشوهات للجنين، وممكن اللي هو يؤدي لا قدر الله لاجهاض. فلازم عشان كده لازم المتابعة من اول شهر، لازم المتابعة الجيدة عند الدكتور عشان يعرفك ايه الصح وايه اللي مش صح. في ادوية كتيرة كويسة مفيدة للحمل، وفي أدوية مش مفيدة للحمل. في ستات كتير بتحصل لها مشاكل مش عشان عندها مرض لا قدر الله، لا عشان خاطر ما فهمتش جسمها صح، ما فهمتش كل مرحلة، ما حاولتش ان هي تتعامل مع كل مرحلة بالطريقة السليمة، عشان كده بتتعب وبيحصل لها مشاكل في الحمل. انا معاكي هدف الاساسي ان انا اوصل بيك البر الامان من اول ما تحملي، حتى من قبل الحمل لحد لما ربنا يكرمك وتحققي حلمك وتحضني طفلك، ولحد فترة المعافاة ليك ولطفلك من بعد لما تولدي ان شاء الله. تابعيني هتعرفي كل ما هو جديد. الفيديو ده بالتفصيل هتلاقيه على قناة اليوتيوب بتاعتي، مفصلة كل حاجة، التغذية السليمة، فترة الحمل الأولانية والتحاليل اللي بتحصل فيها، وايه اللي انت ممكن تعمليه، وايه الأخطاء اللي انت بتتعرضي لها، وايه الأخطاء اللي انت ممكن تتجنبيها.